ولد في مدينة قولة التابعة لمحافظة مقدونيا شمال اليونان عام 1769 لأسرة ألبانية. كان أبوه إبراهيم آغا رئيس الحرس المنوط بخفارة الطريق ببلده، وقيل أن أباه كان تاجر تبغ. كان لوالده 17 ولداً لم يعش منهم سواه، وقد مات عنه أبوه وهو صغير السن، ثم لم تلبث أمه أن ماتت، فصار يتيم الأبوين وهو في 14 من عمره، فكفله عمه طوسون الذي مات أيضاً، فكفله حاكم قولة وصديق والده الشربجي إسماعيل الذي أدرجه في سلك الجندية، فأبدى شجاعة وحسن نظر، فقربه الحاكم وزوجه من امرأة غنية وجميلة تدعى أمينة هانم، كانت طالع السعد عليه، وأنجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل، ومن الإناث أنجبت له ابنتين. وحين قررت الدولة العثمانية إرسال جيش إلى مصر لانتزاعها من أيدي الفرنسيين، كان هو نائب رئيس الكتيبة الألبانية، والتي كان قوامها 300 جندي، وكان رئيس الكتيبة هو ابن حاكم قولة الذي لم تكد تصل كتيبته ميناء أبو قير في مصر في ربيع عام 1081، حتى قرر أن يعود إلى بلده، فأصبح هو قائد الكتيبة. ووفقاً لكثير ممن عاصروه، لم يكن يجيد سوى اللغة الألبانية، وإن كان قادراً على التحدث بالتركية. كان على محمد علي أن يواجه الخطر الأكبر المحدق به، ألا وهو المماليك بزعامة محمد بك الألفي، الذي كان المفضل لدى الإنجليز منذ أن ساندهم عندما أخرجوا الفرنسيين من مصر. ولم يمضي سوى 3 أشهر حتى قرر المماليك مهاجمة القاهرة، وراسلوا بعض رؤساء الجند لينضموا إليهم عند مهاجمة المدينة. علم محمد علي بما يدبر له، فطالب من رؤساء الجند مجاراتهم واستدراجهم لدخول المدينة. وفي يوم الاحتفال بوفاء النيل عام 1805 هاجم 1000 من المماليك القاهرة ليقعوا في الفخ الذي نصبه محمد علي لهم، وأوقع بهم خسائر فادحة، مما اضطرهم للانسحاب. حينئذ استغل محمد علي الفرصة وطاردهم حتى أجلاهم عن الجيزة، فتقهقروا إلى الصعيد الذي كان ما زال في أيديهم. في تلك الأثناء صدر فرمان سلطاني بعزل محمد علي من ولاية مصر وتوليته ولاية سلانيك. أظهر محمد على الامتثال للأمر واستعداده للرحيل، إلا أنه تحجج بأن الجند يرفضون رحيله قبل سداد الرواتب المتأخرة. وفي الوقت نفسه لجأ إلى عمر مكرم نقيب الأشراف الذي كان له دور في توليته الحكم ليشفع له عند السلطان لإيقاف الفرمان، فأرسل علماء مصر وأشرافها رسالة للسلطان يذكرون فيها محاسن محمد علي وما كان له من يد في دحر المماليك، ويلتمسون منه إبقاءه والياً على مصر. فقبلت الأستانة ذلك على أن يؤدي محمد علي 4000 كيس، ويرسل ابنه إبراهيم رهينة في الأستانة إلى أن يدفع هذا الفرض. بعد أن توجه محمد بك الألفي إلى الجيزة، لم يهاجم القاهرة، وإنما توجه إلى دمنهور بناء على اتفاق سري بينه وبين حلفائه الإنجليز ليتخذها مركزاً لتجميع قواته، فحاصرها، إلا أن أهالي المدينة وحاميتها استبسلوا في الدفاع عنها. وعندما بلغ محمد علي أنباء حصار دمنهور، أرسل جزءاً من جيشه لمواجهة قوات محمد بك الألفي، فوصلت إلى الرحمانية في أواخر شهر يوليو من عام 1806، واشتبكوا مع قوات الألفي بالنجيلة، وهي قرية بالقرب من الرحمانية، وتعرض جيش محمد علي للمرة الثانية للهزيمة، وانسحبوا إلى منوف. عاد الألفي لحصار دمنهور، إلا أنه لم يبلغ منها منالاً، فقد طال الحصار، فتألب عليه جنوده متذمرين، مما اضطره لفك الحصار والانسحاب إلى الصعيد. وسرعان ما جاءت محمد علي أنباء وفاة عثمان بك البرديسي أحد أمراء مماليك الصعيد، ثم أنباء وفاة الألفي أثناء انسحابه، فاغتبط لذلك. سرعان ما جرد جيشاً وتولى قيادته لمحاربة المماليك في الصعيد. استطاع جيش محمد علي أن يهزم المماليك في أسيوط ويجليهم عنها، واتخذ منها مقراً لمعسكره، حيث جاءته أنباء الحملة الإنجليزية. في إطار الحرب الإنجليزية العثمانية، وجهت إنجلترا حملة من 5000 جندي بقيادة الفريق أول فريزر لاحتلال الإسكندرية، لتأمين قاعدة عمليات ضد الدولة العثمانية في البحر المتوسط، كجزء من استراتيجية أكبر ضد التحالف الفرنسي العثماني. أنزلت الحملة جنودها في شاطئ العجمي في 17 من مارس سنة 1807، ثم زحفت القوات الاحتلال الإسكندرية التي سلمها محافظ المدينة أمين آغا إلى القوات البريطانية دون مقاومة، فدخلوها في 21 من مارس، وهناك بلغتهم أنباء وفاة حليفهم الألفي، فأرسل فريزر إلى خلفاء الألفي في قيادة المماليك ليوافوه بقواتهم إلى الإسكندرية. وفي الوقت ذاته راسلهم محمد علي ليهادنهم،
إلا أنهم خشوا أن يتهموا بالخيانة، فقرروا الانضمام لقوات محمد علي، وإن كانوا يضمرون أن يسوفوا حتى تتضح نتائج الحملة ليقرروا مع من ينضموا. قرر فريزر احتلال رشيد والرحمانية لقطع طريق التعزيزات التي قد تأتي إلى المدينة عبر نهر النيل. وفي 31 من مارس أرسل فريزر 1500 جندي بقيادة اللواء باتريك ويشوب لاحتلال رشيد، فاتفقت حامية المدينة بقيادة علي بيكس لانكلي والأهالي على استدراج الإنجليز لدخول المدينة دون مقاومة، حتى ما أن دخلوا شوارعها الضيقة، حتى انهالت النار عليهم من الشبابيك وأسقف المنازل، وانسحب من نجا منهم إلى أبو قير والإسكندرية، بعد أن خسر الإنجليز في تلك الواقعة نحو 185 قتيل 300 جريح، إضافة إلى عدد من الأسرى. أرسلت الحامية الأسرى ورؤوس القتلى إلى القاهرة، وهو ما قوبل باحتفال كبير في القاهرة. ولأهمية المدينة أرسل فريزر في 3 من إبريل جيشاً آخر قوامه 2500 جندي بقيادة الفريق أول ويليام ستيوارت ليستأنف الزحف على المدينة، فضرب عليها في 7 من أبريل حصاراً وضربها بالمدافع. وأرسل ستيوارت قوة فاحتلت قرية الحماد لتطويق رشيد ومنع وصول الإمدادات للمدينة. وفي 12 من أبريل عاد محمد علي من الصعيد واطلع على الأخبار، وقرر إرسال جيش من 4000 من المشاة 1500 من الفرسان بقيادة نائبه طابوزي أوغلي لقتال الإنجليز. صمدت المدينة لمدة 13 يوماً حتى وصل الجيش المصري في 20 من أبريل، مما اضطر ستيوارت إلى الانسحاب، كما أرسل رسولاً إلى النقيب ماكلويد قائد القوة التي احتلت الحماد يأمره بالانسحاب، إلا أنه لم يتمكن من الوصول. وفي اليوم التالي حوصرت القوة المؤلفة من 733 جندياً في الحماد. بعد مقاومة عنيفة وقعت القوة بين قتيل وأسير، فعاد ستيوارت إلى الإسكندرية ببقية قواته بعد أن فقد أكثر من 900 من رجاله بين قتيل وجريح وأسير. تابعت قوات محمد علي زحفها نحو الإسكندرية وحاصروها. وفي 14 من سبتمبر سنة 1807 تم عقد صلح بعد مفاوضات بين الطرفين نص على وقف القتال في غضون 10 أيام وإطلاق الأسرى الإنجليز، على أن تخلي القوات الإنجليزية المدينة، والتي رحلت إلى صقلية في 25 من سبتمبر. وبذلك تخلص محمد علي من واحد من أكبر المخاطر التي كادت تطيح بحكمه في بدايته.